شيعي من الجزائر. شيعي من الجزائر؟ نعم. اتفضل. متشيع قصدك؟ كيف؟ متشيع تقصد؟ متشيع؟ لا 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 لا، لست متشيع. أنا أبويا وأمي شيعيين، يعني من قديم الزمان، وأنا عايش في أسرة شيعية. طب اتفضل. ولكن أنا عندي يا شيخ وليد، أنا الآن عندي 20 سنة، يعني 20 سنة وأنا عايش في هذا الدين. ولكن عندي الآن قرابة العام من اكتشفت قناتك على اليوتيوب، وأنا كنت متابعك. يعني كنت متابعك أنت، ويعني مثل الشيخ رامي والشيخ أشرف غريب. نعم. أنا كنت من محبي أمير القريشي. نعم. نعم، وكنت أتابعه، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كنت متابع كثير، يعني أمير القريشي، وكنت أقتنع بكل كلامه. نعم. حتى جاء اليوم الذي اتصلت أنت فيه عن أمير القريشي. نعم. أنا كنت حاضر في ذلك البث. ولكن يا شيخ، عند هروبه منك وقطع المكالمة، يعني راودتني عدة شكوك، لأنه لم يريد أن تستدل يعني بكتبنا نحن الشيعة. نعم. فأخذت أبحث يعني، وكنت أتابعك يعني أنت كثير، وأشوف يعني أشوفك أنت طريقتك مع الكلام مع الشيعة، أنك لا تخفض عليهم الصوت وتقعد تحكي معهم كثير حتى ينهي هو المكالمة، عكسه هو الذي يقص الصوت عليهم ويقطع عليهم ولا يخليهم يكملون كلامه. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. الله والله يا شيخ، أنا كثير تعبان يا شيخ. يعني أنا ما يعني في أسرة، يعني إحنا في الجزائر معظم الولايات كلها سنية، نعم. إلا إحنا في بلدية كذا، في ولاية معينة، في بلدية كذا معظمها شيعة، وأنا في هذه الأسرة الشيعية. يعني كنت ما أدري كيف أقول لك يا شيخ. الله المستعان. الحمد لله على الهداية، أهم حاجة الحمد لله على الهداية. والله يا شيخ لا أدري إن كان الله سيغفر لنا أو لا. يغفر بإذن الله تعالى، يغفر لك، لأن أنت كنت باحث عن كل الحق. نعم، كل اللوم يقع على أبواي، وكل اللوم يقع على هذا المعممين وهذا الدين الشرك وسب الصحابة والطعن في شرف أم المؤمنين، والكثير والتطبيل والزحف واللطم. يعني دين شرك قسما بالله. دين بيخالف الفطرة الإنسانية السليمة. يعني أي إنسان فطرته سليمة ما بيعمل الحاجات ديت، ولكن للأسف الشديد هم فضلوا وراء العراقيين الشيعة لحد ما نكسوا الفطرة بتاعتهم نكسوها. يعني تخيل الناس دي كلها، الشيعة دول كلهم يمسكوا عرض واحدة. ده لو واحدة والعياذ بالله بتبقى زانية في الشارع وأنت تعلم أنها زانية، ويدخل على بيتها رجال، وأنت عارف أنه بيدخل على بيتها رجال، وممكن تكون حاطة الراية الحمراء كمان، ولما يجي حد يسأل عليها كان زمان يقول لك إيه؟ استر عليها ربنا يستر عليك، استر عليها ربنا يستر عليك. نعم صحيح. فما بالك بزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل في كتاب العزيز يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إيه هو العظيم؟ الحلال عظيم عند الله عز وجل. ليه؟ لأن هذا الإنسان الذي سيتزوج هذه المرأة سيطلع على ما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح عظيما عند الله إن واحد يتجوز
زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتجوزها ويطلع على ما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك الطعن في العرض والسب والشتيمة. الله عز وجل حرم الحلال من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الزواج. يعني السيدة فاطمة لو مات عن علي بن أبي طالب تتزوج. تخيل أي امرأة معصوم لو مات عنها المعصوم عنها بتاعها تتزوج، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الزواج من أمهات المؤمنين حتى لا يطلع أحد على ما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يا شيخ سؤال فقط، هل أستطيع أن أهجر والدي؟ لا أستطيع أن لا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما تطعهم في المسائل الشركية، ولكن يا ابني تعالى، يا ابني روح، يا ابني اعمل لنا، شيل أبوك لو كان مريض، أمك اصرف عليهم، طبعا ده واجب عليك، وبالراحة عليهم كده وادعي لهم ونسأل الله عز وجل لهم الهداية. امين يا شيخ، امين. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. الله اكبر. الله اكبر. شكرا. العفو. الله يكبر. الله.